السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير واحوالكم تكون طيبة. اليوم باذن الله بغيت نشارك معكم واحد لاطارت كتجي رائعة بالفواكه بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. دوزو المقادير والطريقة ديال التحضير. عندي في المقادير 2 كيسان اونص ديال الدقيق، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، عندي بيضه وحده، عندي خماره ديال الحلوى، شويه ديال الملحه، عندي الخل، قشره ديال الحامضه. بالنسبه للكريمه عندي نص اطرو ديال الحليب، 3 ديال الصفار ديال البيض، 3 ديال المعالق ديال الدقيق، وعندي 3 المعالق ديال السكر، وعندي العصير ديال الحامضه وحده. بالنسبه للتزيين عندي الديسير. ندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا اول حاجه كنديروا الدقيق. انا هنا درت 2 كيسان اونص ديال الدقيق. من الاحسن انكم ديروا 2 كيسان حتى تشوفوا الا احتاجيتوا الدقيق من بعد تضيفوه. هنا ضفت نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، كنرمل داك الدقيق، كندخل فيه داك الزيت، من بعد كنضيف شويه ديال الملحه، وعندي نص خماره وحده ديال الحلوى. كنحرك مزيان داك الدقيق، من بعد كنضيف القشره ديال الحامضه اولا لو زيست ديال الحامض، وكنضيف تقريبا معلقه صغيره ديال الخل. كنخدم مزيان داك الدقيق، من بعد كنضيف حبه وحده ديال البيض، وكنحاول انني نجمع داك العجينه. كما كتعرفوا العجينه ديال الصابلي كنجمعها بالريز ديال الصبعان. هنا من بعد ما جمعتها كتبقى شويه العجينه مرمله. هنا من بعد ما جمعتها كنديرها في واحد البلاستيك اليمونطير، وكندخلها للثلاجه تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع حتى كترتاح لنا داك العجينه. في الوقيته اللي نخليو العجينه ترتاح كندوزو باش نصايبوا الكريمه. هنا خديت نص اطرو ديال الحليب، كنضيف عليه 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق، و3 ديال المعالق كبار ديال السكر، و3 ديال الصفار ديال البيض. كنحرك مزيان حتى كيندمجوا لي داك العناصر كلهم مزيان. عاد باش كنشعل العافيه اللي تكون متوسطه، كنبقى مستمره بالتحريك كما كتعرفوا لا كريم باتيسير. كتبقاو تحركوا مزيان حتى كيعقد داك الخليط، وكنطفيو عليه. وهنا غطيته بفيلم اليمونطير، خليت داك الكريمه حتى بردات. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه كندير 2 ديال البلاستيكات وكنطلقها كما شفتوا. كنطلقها مزيان. هاد البلاستيك كيعاون باش ان حنايا نطلقوا داك العجينه حيت كتكون مرمله. الا هزيناها تقدر تهرس لينا. هنا كنطلقها كما كتشوفوا مزيان، وكنبقى نعبر بداك السيركل ديال المول. هنا من بعد ما طلقتها خديت مول ديال لاطارت ودهنته بشويه ديال الزبده ورشيت عليه الدقيق، وكنحط فيه داك العجينه وكنبقى نقادها. انا كيعجبني نقادها هكا بالبلاستيك باش ما كتلصق لياش في الصبعان. من بعد حتى كتاكدوا انكم قاديتوها. هنا كنحيد داك الاطراف اللي طالعين، كنحيد داك الزوائد كلهم. ومن بعد ما قاديتها مزيان خديت فرشيطه وكنحاول انني نتقب العجينه باش ما تنفخ لياش. في هاد الوقيته انا مشعله الفران على 180 درجه، مشعلها من التحت. كندخلوها على عافيه من التحت حتى كطيب، من بعد كنشعلو عليها من الفوق. هنا كما شفتوا من بعد ما خرجت هاد لو فون دو طارت، هنا قطعت الديسير اللي عندي. بالنسبه للديسير تقدروا تستعملوا اي حاجه بغيتو نتوما واللي متوفر عندكم. هنا من بعد ما بردات ليا الكريمه وبردات ليا لاطارت حتى هي، كناخذ داك الكريمه كنضيف عليها العصير ديال الحامضه وكنحرك مزيان.
كنتاكد ان داك الحامض راه تخلط مزيان مع لا كريم. وهنا خديت لا طارت كندير الكريمه كنوزعها مزيان. هاد لا طارت كتجي زوينه كتجي لذيذه سورتو داك البنه ديال الحامض ديال عصير الحامض اللي درنا وكما شفتوا درنا القشره ديال الحامض في لاباط. كنطلق مزيان داك الكريمه وكنبقى نست في الديسير اللي كنت قطعت. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري بالطريقه اللي بغيتو. انا هنا جربت الفيديو باش تشوفوا الطريقه اللي درت. انا مشيت بالتفاح كملت الدوره كلها. من بعد خديت الفريز كما قلت. بالنسبه للطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه. من بعد كنزين بالبنان وهنا من بعد ما كملت درت واحد العصيره خفيفه ديال الحامض على هاد البنان وعلى التفاح باش ما كيتاكسدوش ما كيتبدل ليهمش اللون. من بعد ما كملت غلفت عليها بالفيلم اليمونطير مزيان ودخلتها للثلاجه وخليتها حتى بردات. كتخليوها حتى كتبرد. وهنا من بعد ما بردت ليا لا طارت خرجتها من الثلاجه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. صراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. جربوها بهذه الطريقه. كان هذا هو اقتراحي لكم اليوم. كنتمنى انه يعجبكم. كنتمنى انكم تجربوه. شكرا لكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.